في القصه بتاعت النهارده الشيبي وتحويله للانضباط وحسين الشحات واللي انا قلته وطرحته والمحكمه والنيابه واستدعاء السيد جمال علام والاستاذ عامر حسين للنيابه للحصول على اقوالهم، والموضوع يعني هو مين اللي خد القرار الاول النهارده؟ هو كان في اجتماع لاتحاد الكوره؟ لا هو الحاج عامر دخل معايا مداخله، الحاج عامر حسين قال لي احنا اول ما جالنا مذكره النادي الاهلي حولناها شؤون قانونيه. تمام. لسه الرد جاي لنا النهارده من شؤون قانونيه. اخدنا اشمعنى جاي النهارده؟ بقول لك انا بساله، قال هم قعدوا يدرسوا 28 يوم. انا قلت له كده 28، قال لي هم قال لي لسه جاي لنا رسم النهارده للمجلس وخدنا قرار يعني نفذنا الفتوى بتاعته بتاع لجنه الانضباط. اشمعنى برضه من امتى بينفذوا فتاوي يعني؟ ما علينا. 28 يوم يعني قصدي بسرعه، خدوا قرار بسرعه. لا بص دلوقتي 28 يوم يا فندم ما كانش في. انت قصدك انه قرار متاخر، توقيت غريب وقبل بطوله افريقيا وقبل يعني توقيت غريب. انا مش عارف يعني هو يعني ايه التوقيت دلوقتي؟ خد بالك في محامين برضه بتشتغل وبتسال يعني انا ايه هو الموضوع دخل برضه في شهادات واستدعاءات. هو ما عرفش يتضرب كويس. يعني ايه؟ ما عرفش يتضرب كويس. يتضرب اللي يتضرب الشيبي يعني هو المفروض كان يتضرب قلمين ثلاثه يعني. لا انا بس انا بسالك انت تقول لي رايك فسيبني اقول رايي. هقول رايي بس انا هديك حاجه والله ما هتكلم. انتوا ساعتين هاخد 10 ثواني. طب هقول 10 ثواني. طب هقول 10 ثواني ومش هتكلم. اتفضل. انا بس اللي انا عايز اوضحه نقطه واحده. انا عايز افصل ما بين فكره ان الشيبي اخطا واحنا كلنا مجمعين، وانا قلت ده على الهوا. انت ما سمعتش اجابتي. الحاجه الثانيه انت بتروح منحى اخر في الرياضه. لا اتفضل يا فندم. بس دي كانت الشحات مش الشيبي اللي اخطا عشان برضه الشحات. لا قصدي الشحات في القلم. تمام طبعا. وكلنا والاهلي نفسه عاقبه هو نفسه واعترف وتصالح. هو لو كانت العقوبه مناسبه كنا خرجنا من الفيلم ده خالص. انا شايف ان العقوبه مش مناسبه. الحاج عمال يخش يقول اللائحه مش اللائحه. مفيش حاجه اسمها قلم بماتشين وواحد يعترض حكم 4 5 ماتشات. مفيش كده في الدنيا ان واحد يتضرب ويتعمل وهيبطلوا كوره. مفيش كده في الدنيا خالص. طيب دي حاجه. احنا اللي اعترض المشكله في ايه؟ ان هو لجأ للقضاء مش كده؟ طب ما الزمالك عنده قضيه من 13 ل 14 في القضاء العادي. محدش بيقول لهم انتوا بتعملوا ليه؟ لا ده لا اصل ماشي بس كمل. هو لجنه الانضباط. طب ما اكمل انت لما تقول معلومه. لا ما تقصدش ما هزرش. لا مش معلومه غلط. هو بيتحدثوا عن ان كل ما هو في حرم المباراه التي تبدا بدخول اتوبيسات اللعيبه وتنتهي بانه هو شان خاص فقط باتحاد كره القدم. لا اي حاجه الموضوع اصلا ترجع للقضاء الاداري. القضاء الاي قضاء غير رياضي. الاداري القانون يصرح ليك باللجوء للقضاء الاداري في حاله اغلاق مركز التسويه القائم دلوقتي. ده قائم يعني ما عندناش مركز تسويه. طيب. لكن انا اقصد بس في دي الحرم بتاع الملعب. يعني الاهلي من حقه ان هو كان موضوع عبد الله السعيد يلجا للقضاء المدني عادي. ماشي. الاهلي ما لجاش امال لجا لايه؟ امال عبد الله السعيد ماشي. لا ولجا للقضاء العادي. الفلوس بتاعت عبد الله السعيد بلاش دي. لجنه الانضباط. طب يا فندم بس لجنه الانضباط عبد الله اصلا مش عبد الله. لجنه الانضباات انا بقول على الكل بيلجا. لجنه الانضباط اللي هي حلها الشيبي مش كويس. مش دي اللي هي قال لك ايه؟ قال لك لا طيب عقوبه كهرباء تتعطل لغايه ما يتم البات. لا مش دي يا فندم. استناني بس يا فندم. طب اكمل بس. استئناف يا جماعه اكمل يا فندم. ما تاخدش جانب لجانب. انت تقول لجنه اكمل. طيب اكمل. انا بقول لجنه الانضباط اما هي على عقوبه على كهرباء ماشي. اما اعلنت قال لك ناجل لغايه ما القضيه اللي الاهلي رافعها لاجل المرحوم المستشار السيد عادل الشرباجي يا فندم. رئيس الاهلي رفع قضيه بيشكك في لجنه الانضباط وبتاع. معاك. طيب لكن اللي قال رفع قضيه فين؟ اللي عمل الهولد يعني اقصد. لا انا بصحح معلومه. انا وكل معلوماتي غلط. لا يا خضر خلاص الشيبي يا خضر ما تبقاش مناقشه. يا خضر انا مناقشتي ايه؟ المناقشه دي انت بتجهد الفكره من يا فندم. لا انت بتقول لي مش لجنه الانضباط دي التي اوقفت القرار بتاع لا ما قلتش كده. كهرباء ما قلتش كده. لا انا ما قلتش كده خالص. انا بقول الاهلي رفع قضيه بيشكك في لجنه الانضباط الذي اوقف قرار كهرباء الاستئناف اللي راح للمرحوم. يا سيدي الاهلي رفع ايا كان الهدف. ما بقولش كده. انت بتاخدنا. انا بقول الاهلي رفع قضيه فين؟ في القضاء المدني الاداري. ما هو اداري ايا كان في مدني وفي اداري ايا كان. فهو انت هتيجي كل القصه دي ان الشيبي. انا ماليش دعوه بالشيبي ولا يفرق معايا. اعرف ان الشيبي هو اللي طلع غلطان في الاخر. كل القصه ومحدش فاكر ان الراجل حسين الشحات ده كان المفروض 7 8 ماتشات و6 اشهر وبتاع. محدش بيجيب سيره. القصه كلها ان الشيبي لجأ للقضاء.
ومحدش بيقول يا انت عايز جماعه تقسم الموضوع نصين ولا يقسموا نصين لا يعني ثلاثه. انت بتقول ان عقوبه لجنه المسابقات في الاخر لغايه بطلوا يسيبوا الكوره. لا إيه ده يا عقوبه جماعة؟ لجنه المسابقات ما انا قلت انا برضه حليت انا سمعتك في الانترو وقلت في الانضباط في الاخر هيعملوا له ايه يعني؟ لا مش هتنازل، لا يعني هيبعدوا له غرامه صح؟ لا يعني وبعد كده هيروح يعني التانيين للفيفا مش كده يعني مش كده قوي يعني. طب انا سؤال اوفر يعني. انت عايز تقسمه نصين يعني تقول مثلا ماشي المسابقات اخطات وانه برضه لا يجب انه الشيبي يروح للقضاء العادي ماشي. وكان ممكن يروح برضه المحكمه الرياضيه يروح الفيفا برضه كان حقه. طبعا قصدي كده. وهو راح كده ليه؟ ما لقاش في حاجه اسمها واحد بيروح قال ناخد ماتشين، مفيش كده في الدنيا. طب ليه ما راحش؟ ما احنا مش مانعين انه يكمل مشواره القضائي بس في السلك الذي تشرعه الا واحده قصدي اللي هو ايه؟ اللي هو انك تروح يعني مثلا اتحاد الكوره اللي هو دول ماتشين. لا مركز التسويات قافل مثلا تروح الاتحاد الدولي او تروح المحكمه الرياضيه زي ما البيراميدز عنده قضايا كتير كده. ماشي انا معاك. ده قصدي انا معاك. انا لا امنع او اوجد حق الشيبي في الاعتراض على العقوبه. بس انا عاجبني اتحاد الكوره بصراحه. بس انا قصدي عاجبني قوي اتحاد الكوره بجد يعني. لا ما كمل بس عاجبني قوي. وبيجتمعوا ويمرروا ويقول لك مش عارف يعني الواحد مش لاقي كلام يقوله والله عشان بس الافريقيا. انا بس مش عايز ابان انا عايز بس بحب احط دايما المصطلح او المعلومات. لا يعني انا ده كتير قوي. انا بس بيعملوه اتحاد الكوره لا يعني انا في المقاطعه ببقى بحاول تبقى يعني المعلومه هيطلع الراجل اللي اتضرب يبطلوا كوره. ايه يا جماعه ده يا جماعه ده والله مش كده. وليد اتفضل. انا كنت اتمنى ان الشيبي يكمل المشوار القضاء بتاعه بس في الفيفا والمحكمه الرياضيه وكان يقدر بالادله وحقه 100% محدش يقدر يتكلم طبعا وكان ممكن جدا يخلي في عقوبه اقوى على حسين الشحات لكن هو انا ما شفتش قبل كده الصراحه انه قضاء عادي في اي دوله حكم في قضيه فيها مثلا اعتداء متبادل او اعتداءات جوه ملعب. انا ما شفتهاش في اي حته في ممكن حاجه بتضرب بشلوت يعني هو الشيبي خلى الموضوع يروح لمنطقه ممكن ياخد منه الحق اللي هو كان ممكن ياخده لو لجأ في الطريق الرياضي. اتحاد الكوره مش الشيبي اللي خلى عمل كده بالعقوبه الهزيله اللي خدها. ما هو برضه الشيبي عنده ناس. هو كان هيبقى انتصار على اتحاد الكوره نفسه يعني هو حتى لو خد يعني انت محمد ابراهيم 4 ماتشات اعترض الحكم واللي ضرب بالقلم تديله ماتشين. هو في كده يا جماعه؟ هو انا اي حد في الشارع لو جه ضربني قلم كده هروح اقول اصل انا هروح الاسم الاول ولا هعمل يعني اي رد فعل؟ اي حد ماشي كده واحد قام ضربه قلم زي ده هيعمل ايه؟ بعيد عن الكوره بقى والكلام ده. دي فيها اهانه وما شفناش قبل كده يعني حاجه انا صفقه ما شفتهاش. لعيب وقف لعيب حصل بواني حصل بواني وحصل لا بواني حاجه ثانيه لكن اللي على الوش دي حتى الدين بيحصل في واحد بيجي من ورا على ماشي ايوه لا يعني في مسخره دي انا ما شفتهاش دي انا مش لا دي تحديدا ليك اوفر ليك تعليق. هو بس عشان الناس برضو اللي في موضوع الشيبي فيه جزئيتين. في جزء ان هو اللي بيعتمد عليه برضك عشان يعني ناقشنا وجهه النظر الاخرى. هو بيقول لك ما حدث ليس امور كرويه لكنه تطاول باللفظ والضرب على لاعب وده من حقه التقاضي ليه في التقدم هو ببلاغ النيابه. بيقول ليس الامر لا يتعلق بامور رياضيه. وحتى الان والدليل على كده بيقول لك ان هو حتى اللائحه بتاعت اتحاد الكوره لم تكن كافيه للعقوبه. يعني ده ان هو بعتبره النهارده بيقول لك افرض حصلت مشكله في الملعب واحد لعيب مثلا دي مش امور رياضيه ما ده خروج عن السلوك الرياضي. لا ما هو ما كانش سلوك رياضي. لا هو ما اعتبروش سلوك رياضي هو اعتبره تعدي باللفظ والقول مفيش حاجه اسمها واليد. طب لعيب ضرب حاجه مش انا بقول لك وجهه نظر انا بقول لك وجهه نظر بيراميدز ودليل على ذلك يا استاذ محمد. انا دايما ما بحبش اتناقش قوي في الامور قدام النيابه. حتى الان النيابه بتحقق في الواقعه واستدعت يعني لو النيابه ترى انها ليس الامر ليه اهميه ما كانش تناقشت فيها وما كانش المحامين بداوا وما كانش الاهلي شغلها ما نقدرش نتكلم بقول لك يبقى اذا الموضوع مطروح. ما كانش دلوقتي يبقى في خلل في حاجتين. خلل اول حاجه في اللوائح في اتحاد الكوره ان هو في امور غير محسومه وغير واضحه زي ما حضرتك اتكلمت. الحاجه الثانيه كل شخص زي ما النادي الاهلي في يوم من الايام لجأ للقضاء الاداري عشان يوقف لجنه الاستئناف فهم بيراميدز بوجهه نظر المهلكه اللجنه اللي هي كانت اللي اصدار الاصدارات العقوبه الاستئناف اللي اوقفتها. ما الاستئناف ما هو الاستئناف هو الاستئناف لجنه الانضباط. الاستئناف اقصد ان هو الاستئناف اللي هو اصدر قرار ان هو قال لك احتراما تنتظر لحين صدور حكم القضاء الاداري فيما يتعلق بصحه تشكيل لجنه الانضباط. حتى سحب الاهلي قضيته. والنادي الاهلي بعد ما تحقق الغلط سحب القضيه. هل كان من اليوم ده كان اتحاد الكوره في الوقت ده ممكن كان قدم النادي الاهلي للجنه نفس اللجنه اللي قدم لها الشيء؟ عارف انا لو رديت بدافع عنها
طب استنى بس، انا بقول لك اهو النادي الاهلي ليه المشكله انا بتكلم في حابل ونابل، بيدخلوا الحابل في النابل. طب ما هو في يا استاذ بليغ، ما هو في حرم، كلامي واضح، ما هو في حرم المباراه اللي رايح بتقول ده شأن لا يا فندم، اللائحه بتقول كل ما يتعلق ما هو بالكره بما فيها الانديات. اللائحه اللي حضرتك كنت عارضها تاني، المصري هات اللائحه يسمح تاني، لك في حاله هات اللائحه تاني. اغلاق المحكمه المختصه بشؤونك تلجا لمحكمه طب أنا وسط. لا يا فندم، لا معلش عشان اللوائح دي انا عارف. لا كل عشان خلصت على شاب حطب، مركز التسويه، خلصنا على شاب حطب، مركز التسويه يا فندم، بقول لك القضاء ايه، الاداري، انا بدي محاضره في القانون في اول الحلقه. القضاء الاداري اكد يا فندم، اكد انه احقيه اي شخص في التقاضي حتى لو مركز التسويه والتحكيم، والناس بترفع في القرار السلبي على وزير الرياضه. ماشي. بس انا عايز اقول لك هات اللائحه اللي حضرتك كنت عارضها، هتلاقيها حتى على الانديه. الانديه لا تحق لها للجوء الى الانديه فيما يتعلق بشان الرياضه. انا بتكلم بالمنطق.